أنت ما عملتش كده، أنت رُحت اشتريت على لسان واحد حاجة أنت فاهم إن ده غلط، أنت ما ينفعش يعني أنا ليه هاشتري منك ورق؟ أنت بني آدم شخص عادي يعني أنت مش شركة، ما أنا هاروح أشتري ورق أشتري من الشركة، حتى لو سعرك أقل من الشركة، فأنا أشتري من الشركة ده أفيد لي، لأن هو أضمن لي. السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، أنا علي عبد العزيز ومعاكم حلقة جديدة من سلسلة حلقات ليه؟ النهارده أنا هاتكلم عن حاجة كنت اتكلمت عليها قبل كده في فيديو من فيديوهات الشورتس اللي أنا بانزّلها، وهو ليه في ركود عقاري. بالنسبة إن أنت تتكلم عن إن في ركود عقاري أو ما فيش ركود عقاري، أنت لازم في الأول تتكلم عن حالة السوق اللي كانت موجودة الكام سنة اللي فاتوا. أنت بتتكلم عن سوق نشِط يمكن بدايةً من بداية الخلق، بداية ما عرفنا يعني إيه مصر ويعني إيه مصريين يعني. زمان والمصري بيحب إن هو يكون عنده قطعة أرض، يكون عنده ممتلك، حاجة اللي هو هيعيش فيها. وده مش المصريين بس، دي حاجة موجودة في العالم كله، يعني حتى زمان كان يقول لك على صاحب الأرض ده لورد، إن هو يعني إحنا ترجمة مصرية عندنا اللورد ده الملك ده مش عارف إيه الكلام ده. أنا هاتكلم عن حالة السوق ال10 سنين اللي فاتوا، وعندك بتنقسم إلى حالتين، عندك من أول 2016 لغاية 2020 ودي كان فيها هوجة شرا كبيرة جدًا، الناس كانت بتشتري بغزارة عشان الدولار طبعًا ما كانش مستقر، وكان عِلي ومَر بطفرات ونزل وطلع، وكان العقار على طول هو زي ما بيقولوا كده الجملة المستفزة دي الملاذ الآمن اللي على طول بيعلى. بعديها عندك مرحلة الكورونا أمّا جات، بعديها السوق كان أهدى شوية يمكن 21 و22 ابتدى يحصل آخر تعويم اللي حصل لمّا الدولار وصل لغاية 50 أو بدايةً يعني 32 وبعدين 50 وبعدين 70 جنيه، وابتدى الناس تشتري، 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 تشتري بغزارة يعني. رجع السوق السنة اللي فاتت وممكن آخر السنة اللي قبليها ابتدى يكون في استقرار نوعي كبير في حالة الأسعار بتاعة العقارات، وابتدى إن في حاجات تتمد سنين تقسيطها، وابتدى إن يكون الطلب على الشرا طبعًا أقل بكتير من 2022 و2023 والنصف الأول من 2024. محتاجين كمان إن إحنا نتكلم عن سوق الريسيل، لإن سوق الريسيل في ناس بقى من الناس اللي اشترت في 2022، 23 والنصف الأول من 2024 ناس كتيرة شارية بكميات مهولة ومش عارفة إن هي تبيع. طيب تعالَ نتكلم الأول عن إيه أكبر محرك للشرا عند أي بني آدم. أكبر محرك للتحرُّك عامةً عند أي بني آدم هو الخوف. بني آدم بيتحرك بدافع الخوف أسهل ما بيتحرك بدافع أي حاجة تانية في الدنيا، ولا بدافع الحب ولا بدافع الوطنية ولا بدافع أي حاجة، ما فيش أي حاجة بتحركك قد إن أنت تكون خايف. الناس لمّا كانت بتشتري بدافع الخوف كل واحد خايف إن الجنيه اللي في إيده يبقى نُص جنيه، وإن ال2 جنيه اللي في إيده يبقوا نُص جنيه برضه. فبيتحرّك بيشتري عقار أو بيشتري دهب أو بيشتري أي حاجة عشان يحافظ على قيمة فلوسه أو يكسب فيها بعدين. خلّينا نتّفق إن فعلًا معظم المطوّرين في 2022 و2023 والنصف الأول من 2024 كانوا بيستغلّوا وضع الخوف ده، وفي منهم اللي لعبها صح وكسب وبرضه سلّم العُملا بتاعته والعُملا بتاعته كسبت، زي شركات كتيرة أنا مش عايز أذكر اسمها يعني. وفي منهم اللي خسر وخسّر العُملا بتاعته، كان في ظاهرة غريبة مثلًا العميل ممكن يسأل على شقة الصبح يلاقي نفس الشقة موجودة بالليل ما اتباعتش بس سعرها أغلى، نفس الوحدة بنفس الunit بنفس الرقم بنفس كل حاجة، مش إن حد اشتراها وفي واحدة تانية اتفتحت بس سعرها أغلى، لأ الظاهرة دي كانت بتحصل فعلًا. كانوا المطورين بيستغلّوا وضع الخوف ده وفضلوا يستغلّوه، يستغلّوه، يستغلّوه لغاية أمّا وصلوا لذروتهم. أنا ما عنديش مانع إن أنا أتكلّم في إن فعلًا في تسعيرات كتيرة أوي خاطئة في السوق بتاع الprimary، وممكن أتكلم عن نقطة التسعير دي كمان في آخر الفيديو، وأقول لك إزاي إحنا ممكن نحرّك سوق الprimary، ولكن أنا حابب أركّز في النقطة دي أو في الدقيقة دي على سوق الresale. طبعًا ناس كتيرة جدًا، جدًا، جدًا اشترت في العقار بدافع المضاربة، إن أنا هاشتري دلوقتي وأبيع كمان شهرين، هاشتري دلوقتي وأبيع كمان 6 شهور، وطبعًا كان في brokers كتير وقلالات الدين وقلالات الضمير بيوعدوا بده، ده طبعًا مش واقعي، وده مش حقيقي، وده ما كانش اللي بيحصل قبل الهوجة بتاعة 2022 و23 و24 تمام. العقار بتاعك الطبيعي بتاعه إن أنت بتشتريه في مرحلة من أوائل المراحل البيعية، لو أنت بتشتريه شرا استثمار تمام. وأمّا تعرف إن أنت تشاور عليه، يبقى أنت كده تعرف تبيعه. يعني إيه؟ يعني أنا اشتريت في launch، اشتريت في مرحلة أولى من أي مشروع. طبعًا أنا بابقى متحمّل كذا risk، منهم risk إن أنا المشروع بتاعي كعموم الlivability بتاعته أو إن أنا أعرف أعيش فيه، العموم بتاعه يتأخّر. ممكن المطوّر يبقى محترم ويسلّمك في 4 سنين مثلًا أو 3 سنين فعلًا زي ما العقد بيقول، بس المشروع كبير، في لسه مرحلة والتانية والتالتة والرابعة وأنت مش هتروح كشف العَفَرة يعني. دي ليها تَمَن.
لو مطور ملوش سابقة أعمال كبيرة أو ملوش براند نيم ده ليه تمن. إن لو اللوكيشن نفسه لوكيشن مش ناس كتيرة لسه عايشة فيه، أو لوكيشن لسه جديد زي التجمع السادس أو مستقبل سيتي أو الكلام ده ليه تمن. لو اللوكيشن عليه كلام وحش زي العاصمة الإدارية أو زي منطقة الضبع في الساحل، فده برضه ليه تمن. مش شرط الكلام الوحش ده يكون حقيقي، أنا بس بدي اكزامبلز يعني. فانت بتشتري في حاجه زي كده، المفروض ان القرش بتاعك يجيب لك قرشين او 3 قروش بنفس قيمه ال3 قروش دول دلوقتي. المفروض ان انت تكسب في العقار بتاعك ال3 اضعاف. ليه؟ لان اول حاجه بيبقى فيه تضخم كبير، بيبقى فيه الريسكات اللي انت شايلها دي كلها. لو انت شاري مع مطور محترم وابتدت الناس ان هي فعلا تسكن، فالسعر بيقعد يعلى وناس كتيره جدا بتحب ان هي تشتري في نفس الكومباوند لاهاليها والكلام ده كله. فانت ما عملتش كده، انت رحت اشتريت على لسان واحد حاجه انت فاهم ان ده غلط. انت ما ينفعش يعني، انا ليه هشتري منك ورق؟ انت مش انت بني ادم شخص عادي يعني، انت مش شركه. ما انا هروح اشتري ورق، اشتري من الشركه حتى لو سعرك اقل من الشركه. فانا اشتري من الشركه ده افيد لي لان هو اضمن لي. والناس التقيله او الناس الشيك ما بيحبوش يشتروا رسائل عشان حوارات الرسائل كله حوارات كتير. وفي ريسك بيكون موجود في الرسائل، والريسك اللي بيكون موجود في الرسائل الا وهو ان بيكون مثلا واحد بايع الشقه في نفس اليوم لثلاثة أربعة واخد عربون من ثلاثة أربعة. دي حاجه بتكون موجوده. يكون واحد عليه مشكله اصلا على الشقه بتاعته اتسحبت او حاجه، دي برضو بتكون موجوده. فاي حد بني ادم في العادي بيبقى الهدف الاساسي بتاعه البرايمري، وبعدين لو ما لقاهوش في البرايمري بيبص على الريسيل. تمام. ده خاص كمان ان مفيش بروكرز كتير شغالين على الريسيل عشان برضو النصب اللي بيحصل على البروكرز ومن البروكرز في الريسيل. بالنسبه لموضوع الريسيل ده، يا ريت محدش يشتري تاني في لونش ويكون متوقع ان هو يعرف يبيع بعد اقل من سنتين او 3 اقل حاجه، اما المشروع يكون بقى له معالم. لان انت كده بتضحك على نفسك، بتيجي في الاخر تشتكي البروكر وتشتكي نفسك وتشتكي الشركه اللي انت شاري عندها وكل الكلام ده. الشركه همها طبعا الاول والاخير ان هم يفيدوا نفسهم. طبعا ممكن يبقى سايد كويست او حاجه جانبيه جنبها ان انا افيد العميل معايا، بس اهم حاجه عند الشركه طبعا او اي مطور عقاري او اي حد عامل اي مشروع عشان يكسب ان هو يفيد نفسه. لازم تبقى انت فاهم ده، وانت داخل في شراكه مع المطور ده بتشتري منه وحده، لازم تبقى فاهم النقطه دي. يعني لو الناس كانت فاهماها زمان وما كانتش بتعمل كل اهوهجيه في موضوع العقارات ده، كان فهموا ان هو مش هينفع ان هو يخش في عقار وهو مش هيقدر ان هو يتحصل على اذا كان مقدم او اقساط تكفيه اكتر من سنتين او 3. ما تجيش تعمل كده حاجه زي كده، ده ريسك عالي وليه ريورد عالي لو نفع معاك، لو ما نفعش معاك فهو ليه خازوق انت بتبقى لبسته وخلاص. بالنسبه لي مقارنه العقار بالذهب، فلازم تبقى فاهم حاجه. ده بيقل وبيعلى. تمام. العقار بنسبه كبيره عمره ما بيقل، ممكن يستقر، يعني السعر دلوقتي مستقر وعلى مدة سداد سنين اطول. في مشاريع معينه قوي هي اللي بتعلى، اللي هي معظمها المشاريع القيمه مقابل سعر، مش المشاريع يعني، او المشاريع الاي كلاس اللي هي اي كلاس كريمه الكريمه 5 6 شركات فقط، او حاجات قيمه مقابل سعر. فبتلاقي ان انت فعلا الشقه اللي انت اشتريتها من سنه او سنه ونص غليت، وبرضه مش هتعرف تبيعها. يعني حتى لو هي غليت مش هتعرف تبيعها غير لما تعرف تشاور عليها. الذهب مثلا، انا بصور الفيديو ده دلوقتي النهارده الذهب قل حوالي 20 ل 30% النهارده بس، او اليومين اللي فاتوا يعني. وفي حصل قبل كده ان الذهب قل بنسبه 80% وبنسبه 90%، ودي حاجات بتحصل لان الذهب ده هو منتج ملوش يعني ليه قيمه لان هو نادر، بس هو ملوش استعمال. انت بتستعمل ده في ايه؟ بتستعمله في ان انت تتزين، بتستعمله في ان انت يعني بيخش في استعمالات قليله قوي في حاجات التكنولوجيا والحاجات دي، بس ملهوش استعمال حقيقي بالنسبه لبني ادم طبيعي. انما العقار بالذات في مصر فليه استعمال طبيعي جدا. انت دلوقتي عندك كثافه سكانيه مهوله، الناس كلها مصره ان هي تعيش في مكان واحد اللي هو القاهره وما ضواحيها يعني، اكتوبر وزايد والتجمع والعاصمه والعبور والشروق والكلام ده كله. انت هيفضل عندك طلب على العقار بالذات في مصر. كل واحد بقى عنده 4 و5 و6 عيال، كل واحد محتاج يجيب لعيل من عياله شقه، او العيال دول هيكبروا وينجحوا ويجيبوا لنفسهم شقق، او هيأجروا شقق، او كل اتنين هيجمعوا مع بعض ويعيشوا في شقه مع بعض. دي حاجه هتفضل طلبها موجود. مقارنه العقار بالذهب، والله انت لو ليك في المضاربه فيعني روح ضرب في البورصه افيد لك بكتير جدا 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 من الذهب يعني. الذهب مش من الطبيعي اللي حصل في الذهب السنتين اللي فاتوا، وده ما كانش الريت الطبيعي اللي بيحصل عمره. وده بيمر الطفرات وبيمر النكبات، هو افضل حاجه ان انت تحافظ على قيمه فلوسك، ومش افضل حاجه استثماريه. عقار انت تقدر ان انت تستثمر فيه تكسب منه من بيعه، وتقدر تستثمر فيه تكسب منه من ايجاره. يعني هو حاجه راكده بتجيب فلوس وفي نفس الوقت بتغلى. دي نقطه بس كنت حابب اوضحها عن مقارنه العقار بالذهب. لو انت بني ادم ليك في الريسك وليك في الدوشه، خش في بورصه امريكيه، بورصه مصريه، هتكسب اكتر بكتير جدا من الذهب ومن العقار لو انت لعبتها صح وربنا وفقك يعني. هل كل الكلام ده معناه ان انا رايي ان مفيش ركود؟
بُص، هو ما فيش ركود بمعنى ركود، بس في حركة أقل بكتير جدًا في السوق من ال3 سنين اللي فاتوا، والحركة دي هتفضل كده لغاية سنة أو سنتين كمان، لغاية أمّا السوق هيصحّح نَفْسه بطريقة من الطريقتين. أول حاجة في مطورين كبار ابتدوا إن هم ينزلوا بأسعار أقل من الطبيعي بتاعهم بحتّة، ومُدَد سداد أطول، وفي مطورين كبار ابتدوا إن هم ينزلوا بأسعار أقل بكتير من الأسعار الطبيعية بتاعتهم، ومُدَد سداد قصيرة، وهتلاقي يبقى في products مختلفة، في اللي بيقدّم ده، وفي اللي بيقدّم ده، وفي الناس هتروح له عشان ده، وفي الناس تروح له عشان ده. في مطورين بقى بياخدوا الناس على قد عقلهم، يعني يقول لك لو عايزها على 10 سنين بكذا، لو عايزها على 4 سنين بكذا، ويعمل لك نظام إماراتي يقول لك هتدفع 30% عند الاستلام. فمن واقع رأيي متواضع إن السوق دلوقتي بيمُر بمرحلة تصحيح، وalready في حاجات نزلت بأسعار أفضل بكتير من الأسعار القديمة، already في مطورين نازلين في مناطق جديدة هم already أسعارهم عِليت في مشاريع قديمة جدًا، ونازلين في مناطق جديدة دي بأسعار أقل، زي الlaunch الجديد بتاع Palm Hills اللي في العاصمة، زي الlaunch الجديد بتاع La Vista اللي في العاصمة، زي launch Patio Riva بتاع La Vista اللي كان من كام شهر، زي اللونشات بتاعة الR8. يعني خليك مركّز مع الشركات المحترمة زي Home Town ولارس وجيجاب والحاجات دي كلّها. في برضه كذا فرصة كويسة في حدائق أكتوبر، في فرص كتيرة أوي كويسة يعني، بس أنت خلاص سمعت إن العقار هيرخص، فمش عايز تشتريه ما تشتريش، يعني ما حدش بيتحايل عليك تشتريه، بس الفكرة إن أنت لو عندك الحاجة أو محتاج إن أنت تشتري عقار، محتاج إن أنت تحوّش فلوسك، فلوس في إيدك تتبخّر، ففي فرص كويسة موجودة كتيرة جدًا في الmarket الفترة دي. أنا شايف إن الطريقة إن إحنا نحرّك سوق الresale وسوق الprimary إن لازم يكون في ضوابط للresale زي ما في ضوابط للprimary، يعني لازم لمّا يعني يكون مُتعارف على مثلًا عقد resale ما بين العميل والبروكر، بحيث إن ما فيش حد ينصب على التاني، ولا العميل ينصب على البروكر، ولا البروكر ينصب على العميل. ومحتاجين إن إحنا نبتدي إن إحنا كbrokers نعرف إن إحنا في الresale أي بيعة resale المفروض يبقى فيها 2، ما ينفعش يبقى فيها 1، لازم يبقى في السمسار بتاع المشتري والسمسار بتاع البايع، أو البروكر بتاع المشتري والبروكر بتاع البايع. تاخد ال4% كلّهم لوحدك يا طماع ليه يعني؟ فهي الفكرة كلّها في إن في ضوابط معيّنة للresale. لو أنت لقيت brokers كتار كفاية بيشتغلوا في الresale قد الprimary، الresale هيتحرك أكتر بكتير. هُم ما بيشتغلوش في الresale عشان الأسباب اللي أنا باقولها لك دي. محتاجين كمان البروكر نفسه اللي شغال في الresale يرجع زي زمان، إن أنت المفروض الresale ده إن أنت مش بتاخد فلوس كده على الفاضي، المفروض أنت بتقدّم قيمة، تروح الجهاز تتأكد من ملكية الوحدة، تتأكد عليها فلوس قد إيه، تتأكد هيدفع فيها فرق صيانة والّا لأ. ما تسألش حد وخلاص، يعني ما تسألش حد وخلاص لأ ده هيحصل، لأ خُد البروكر بتاع البايع وروحوا اسألوا على المعلومات دي عشان المشتري بتاعك يبقى فعلًا استفاد من خدماتك، مش إن أنت مجرد كنت حاجة ما بين بني آدم وبني آدم، وفي الآخر هو ما استفادش منك أي استفادة حقيقية يعني. بس سوق الprimary هيشتغل تاني إزاي بغزرة؟ ما فيش حاجة ممكن تتعمل أكتر من بتتعمل دلوقتي. مطورين كبار نازلين على مُدَد سنين طويلة وأسعار كويسة في مشاريعهم الجديدة، والمطورين الصغيرين أو اللي لسه بيشقوا طريقهم ابتدوا إن هم ينزلوا بأسعار معقولة مناسبة للrisk بتاع إن ده مطور صغير. وبس. أنت بالنسبة لك أنت، أنا نصيحتي لو تتحرك، تتحرك في حاجة قيمة مقابل سعر، أو مع brand name، وbrand name يكون مشهور بquality معيّنة وحاجات معيّنة كويسة، مش brand name وخلاص. يعني ما تقعدش تقول لي أنا عايز mountain view، أنا عايز mountain view، أنا مش عايز يا عم أدّيك mountain view يعني مش أي اسم أنت بتسمعه كتير يبقى هو شركة كبيرة. في شركات كبيرة فعلًا، في شركات فعلًا محترمة مع العُملا بتاعتها، وفي شركات كبيرة كاسم بس هي يعني ممكن تكون بتقدّم quality حلو أوي، بس عندها مشاكل كتيرة جدًا تانية. فعلى حسب الtrade off اللي أنت عايز تعمله لازم يكون البروكر اللي معاك أمين، ينصحك، يفهّمك الفرق ما بين ده وده، يفهّمك أنت أمّا بتشتري هنا إيه اللي أنت بتقابله، وأمّا بتشتري هنا إيه اللي أنت بتقابله، وأنت تختار. بس زي ما الدكتور بيقعّدك قدّامك ويشرح لك إن أنت لو عملت العملية هيحصل كذا، لو أخدت دوا هيحصل كذا، عملت علاج طبيعي هيحصل كذا، وأنت اللي بتختار برضه. بيقول لك رأيه وكل حاجة، بس أنت في الأول وفي الآخر اللي بتختار. ربنا يوفقنا جميعًا، وأتمنى أكون فدت حضراتكم، ومع عليكم يا رب. أنا علي عبد العزيز، لو احتجت أي استشارة عقارية تقدر تكلمني على رقمي أو تبعت لي على الواتساب، هاجاوبك بكل صدق حتى لو مش هتشتري.